سادة الحضور، قد يختلف مؤتمرنا هذا عن سابقاته من المؤتمرات كونه سيركز بشكل كبير إضافة إلى مهامه على توصيات المؤتمر السابق وما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه وأسباب الإخفاقات ووضع الحلول الناجعة لتلافي كل السلبيات والمعاضل التي تواجهه. يعني هذا المؤتمر هو فعلا تقليد سنوي للجيش العراقي، وهو جزء من منظومة العسكر اللي يمكن أن تعيد النظر في خططها وإجراءاتها من خلال مراجعة سنوية لما تم. وكل سنة نعقد هذا المؤتمر، يلتقون القادة الميدانيين في كل العراق ويناقشون خطتهم السنوية ويأخذوا بنظر الاعتبار التحديات الجديدة، وبالتالي يضعوا خطتهم لعام قادم ومقبل. وضمن هذا السياق اليوم نلتقي برعاية السيد القائد العام وتوجيهاته. تم عقد هذا المؤتمر وسيناقش بواقعية وسيناقش بجدية أيضا كل التحديات والتهديدات والإشكالات، ووجهنا بأن يكون هناك نقاش مستفيض للتهديدات والتحديات الخارجية وربطها بالتهديدات والتحديات الداخلية، وبالتالي نخرج بحصيلة تحدد الواجب المقدس للجيش العراقي خلال عام قادم. ومثل ما قلت احنا نتدارس ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه خلال عام منصرم. تحرص وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش سنويا على إقامة هذا المؤتمر الموسع العلمي لمناقشة آليات وعمل التشكيلات والفرق والقيادات والصنوف خلال عام كامل وبواقعية وبدقة متناهية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لتلافي كافة السلبيات. وهذه المؤتمرات هي ملزمة بقراراتها إلى كافة التشكيلات والقيادات، وتكون ملزمة بتنفيذ ما جاء من بنود ومناقشات في هذه المؤتمرات. الحقيقة لقاء اليوم هو لقاء سنوي تراجع به رئاسة أركان الجيش ما قامت به من منجزات خلال عام كامل من العمل المتواصل الدؤوب لكل قطاعات وزارة الدفاع ولكل أسلحته. والحمد لله هناك جدول أعمال مليء بالمنجزات اللي تم تحققها ومراجعة كاملة لمقررات المؤتمر السابق